الزمالك يفوز على بتروجيت يا جماعه النهارده 3-1 في ماتش يعني اغلبيته ناس بدلاء، بس النهارده فاجئوني بصراحه. كان ادائهم كويس ومتماسك عن الناس الاساسيه اصلا، فالاداء فاجئني بصراحه والصراحه الجونين كانوا حلوين قوي. جون ايشو وجون شيكابالا. بصراحه شيكابالا لما نزل انا قلت هيبقى طبعا بقاله كتير ما نزلش وبقاله كتير ما لعبش، بس جاب جون عالمي بصراحه. طبعا شيكابالا بيخرس كل الالسنه، اللي هو كل شويه يقول لك اعتزل ما تعتزلش، خليكم في حالكم يا جماعه. الفكره ان معظمهم اهلاويه اصلا، فانا بقول لكل واحد يخليه في حاله. انا ما باجيش عندك واقول لك خلي مثلا الشناوي بتاعكم يعتزل، زي ما انتوا بالظبط ما تجوش عندنا تقولوا لنا خلي شيكابالا يعتزل. احنا حرين، احنا عجبنا شيكابالا كده تمام. جون ايشو كان حلو قوي، جون شيكابالا كان حلو قوي. النهارده حسام تألق في كذا كوره، انقذها بصراحه. بصراحه هو الماتش كان حلو، احسن ما فيه الهدفين، بس عجبني ان الفرقه متماسكه في ظل الغيابات الكتير اللي موجوده. يعني انا قلت ان احنا النهارده ممكن مثلا كده كده الماتش مش فارق لنا قوي، لانه مش هيقدم ولا ياخر كتير في ترتيبنا، بس يعني لا هما فاجئوني. فيا رب تكون دي بدايه عشان نستعيد مستوانا كفرقه، عشان نكسب كاس مصر. بصراحه انا كل اللي هممني في كل ده ان احنا نكسب كاس مصر قصاد بيراميدز. انا عارفه ان هو ماتش صعب، بس ان شاء الله هنكسب.